يا مساء الفل، يا مساء الخيرات، رمضان كريم. ما تنسوش اللايك، وهندخل على طول ونقول ندخل على طول في طاقة الهارب التاني. والهارب التاني انت مسبب له أزمة الفترة دي بشكل كبير، مش فاهمك بتاتا الشخص ده. واضح جدا انه متواجد في طاقة انتظار غير طبيعية، وكأنك بتديله الأمل وتسحبه منه، تديله إحساس إن أنت آه يعني كأنك متجاوب معاه أو فاهمه، وبعدين يحس إن أنت مش موجود أساسا. الشخص ده هيفضل في حالة انتظار لفترة، لأنه شايف كده، شايف إن في تفاعل من بعيد لبعيد ما بينك وما بينه. ولكن احيانا بيحس ان انت عادي، انت ما تقصدش، يعني انت بتتعامل معاه كشخص عادي، ما تقصدش ان انت تديله امل، او ما تقصدش ان انت دي نظرته ليك، ده اللي بيفكر فيه، اللي هو لا انا شكلي فاهمه غلط، شكلي كده مش يعني هو مش معايا، لا 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 مش معايا، مش فاهمني، او هو مش، انا مش في دماغه. الظاهر ان في شيء تاني مسيطر عليه، هو يعتقد ان في حاجة تانية مسيطرة عليك. آه ولكن هو مش متأكد ليه. لان حالة المراقبة اللي هو بيراقبها لك، هو شايف ان فيها غموض، كأنك بتعرف تتخفى منه، او ما بتعرفوش انت فعلا قادر. الفترة دي انت بجد بتخفي نفسك عن ناس كتير جدا. يعني مش اي حد يقدر يعرف منك عنك اي حاجة. على فكرة انت مش قاصد ده، ولكن انت بتعيش في حالة كده فيها إلهاء قوي جدا، وفي نفس الوقت غير حالة الإلهاء ملهي يعني في حاجة معينة، حاجة تخص مستقبلك. وفي نفس الوقت انت ما بتتكلمش كتير عن حياتك، ما بتتكلمش كتير مع ناس كتير، تحركاتك مش كتيرة الفترة دي. فبالتالي حاسس انك، وبعدين انا مش شايف، انا مش حاسس ان انا شايف عنه حاجة، مش عارف عنه حاجة. وبعدين فواضح جدا انه عايز يعرف اخبارك بأي طريقة، لان طريقة مراقبته ليك ما بقتش تنفع. و... آه، يعني الظاهر كده ان انت ما تقصدش، قلنا انت ما تقصدش، ولكن آه، اقول ايه، اقول انك من من آه، حياتك، من واقع حياتك، من اللي حصل في حياتك. يعني في حاجات كتير حصلت في حياتك، سواء من صحاب، من اهل، ايا كان. لما كانت حياتك مفتوحة انت اتأذيت بشكل كبير جدا، فبالتالي انت تعودت دلوقتي انك تخفي حياتك عن كل الناس، انت في حاجات انت بس اللي تعرفها. مع ان الهارب عارف كويس جدا ان اي حاجة بتحصل معاك انت ما بتعرفش تخبي، بتطلع على طول، غير ان هو مراقبك اصلا. فتخيل هو دلوقتي شايف ان انت اتغيرت، لا انت ما بتتكلمش، غير انك مش ظاهر، غير انه كمان مراقبته ليك مش قادر يعرف اي حاجة، غير ان هو منتظرك. فبالتالي هو بيقول لنفسه هو بيتلاعب معايا، طب هو فاهم، طيب انا فاهم صح، ايه اللي بيحصل؟ انت مخليه موجود في بيسأل نفسه اسئلة كتير مش عارف اجاباتها، آه كل شوية بحال. وفعلا بقى مش طايق، يعني خلاص ما بقاش طايق الانتظار اللي منتظره ليك. انا شايفة انه بيحاول يقول لنفسه، ولكن في الفترة اللي جاية هيحاول يقول لنفسه
لا انا عايز انسى الموضوع ده، وعايز اطلع نفسي من التفكير ده. والله بقى جه مجاش خلاص انا بجد تعبان، الموضوع ده تعبني مخليني مش مركز في اي حاجة. ولكن هو للأسف هيفضل في الانتظار، هيفضل ينتظرك. ليه؟ من كتر مراقبة الشخص ده ليك، فهو بيشوف كل حاجة بتعملها انك بتوجه له رسالة ليه من بعيد لبعيد. انت مش حابب الطريقة دي، انت مش حابب الاسلوب ده، انت حابب الوضوح. ليه؟ لان تقريبا حياتك كلها كنت عايشها من بعيد لبعيد، حتى ما بينك وما بين نفسك، متقبل كل شيء أو واقعي في حياتك أو حاصل بالفعل في ليه أثر في حياتك، في تفاعل في حياتك. ولكن مش بترفض، ولكن بتقول اللي موجود في حياتي اللي موجود في حياتي حاليا ايا كان ايه. مش بتكلم ان موجود شخص في حياتك، ولكن حياتك عامة هو الواقع بتاعك، هو اللي انت بتشوف بيه انه اوكي ده موجود. ولكن اي حاجة تانية آم، بتحاول تشدني او تتلاعب بيا او سيان. بص من الاخر انا هقول لك بالظبط انت في ايه. ليه انت مبتعد، او بمعنى اصح الهارب ده شايف انك عامل حاجز ما بينك وما بينه؟ كل شوية يحس ان انت اوكي متفاعل معاه، وبعدين بيحس انه موهوم. هقول لك ليه. لان انت عملت ده كتير جدا، ما كانش فيه اي تقدم او فيه اي خطوة في العلاقة او فيه اي شيء من الهارب. فبالتالي انت بتقول لنفسك لا، والله انا عملت الموضوع ده كتير جدا ولكن مفيش اي شيء اتغير، انا بقى اللي شكلي موهوم. لكن الشخص ده لو عايز يتواجد في حياتي او عايزني انا موجود. لكن احط نفسي في نفس الحتة اللي اتحطيت فيها قبل كده، انا ما اقدرش اعمل في نفسي كده. خلاص الموضوع بالنسبة لي بقى متعب ومذل كمان. ولكن هو شايف الموضوع بطريقة تانية، اللي هو شايف ان هو منتظرك. ولو فعلا هو فعلا ده اللي مضايقه قوي. ليه؟ لان خلاص هو متأكد انه هياخد الخطوة اتجاهك في التوقيت ده. كأنه بيقولك يعني انا لما قررت ان انا اتحرك خلاص ثبت انت في مكانك، او انك اوريدي انت ما يعني ما فيش اي حاجة جواك ليا جواك، او انت نسيتني، او الظاهر ان في حد تاني. فهو يعتقد ان الانتظار ده خلاص، هو يعني هو فعلا شايف انه مش قادر يطلع من الانتظار، ويعتقد ان هو لو غير تفكيره ولو بطل انتظار وعود نفسه على الموضوع ده هيبطل. ولكن للأسف الموضوع ما بيحصلش بالطريقة اللي هو معتقدها. اللي هو خلاص بقى يعني انت مش هتديني اي امل او اي شيء يدل على انك فعلا يعني تخلصت. او ممكن يكون شايف ان انت عندك حاجات كتير في حياتك وشايف ان انت تخلصت. احنا الطاقة دي قبل كده كانت موجودة. يعني خلاص مادام انت دلوقتي اصبحت نقول تخلصت من كل شيء مزعج في حياتك، وانا مبسوط جدا. وانا حسستك انك لو اديتني اي امل هيبقى في حركة وفي خطوة مني. فالتوقيت اللي انا فعلا بكرر فيه كده كأنك بتقولي انا مش عايزك، او انا بدور على حياة جديدة ولو انت كنت فيها انا مش عايزها، ولا انا اصبحت عادي بالنسبة لك. ايه اللي انت عايزه بالظبط، او ايه اللي انت بتفكر فيه؟ دي كلها تساؤلات ما بينه وما بين نفسه. بيتكلم معاك ممكن تحس بتخاطر قوي جدا من الشخص ده، حاسس ان هو بيمتلكك. فكرة انه ينتزع التفكير ده يشيله كده
صعب. ليه؟ لانه طول الوقت حاسس ان انت ملكه، حاسس ان هو انت اي شيء اتعلمته، اي حاجة اتغيرت في حياتك للافضل، شايف ان هو ليه فضل. هو شايف كده. فبالتالي كأنه بيوجه لك رسالة. لو انت عايز تطول في المدة، يعني انت قعدت فترة كبيرة، انت يعني دي رسالة موجهة منه ليك، قعدت فترة كبيرة جدا بسبب انك ما كنتش ناضج كفاية. وعلى فكرة الموضوع مش موضوع سن، النضج ملوش علاقة بالسن. أخرت الالتقاء اللي بيني وبينك. اوكي، انا شايف ان انت دلوقتي في مرحلة نضج، بس برضو ملاحظ ان كأنك بتمط زيادة. وكنت دايما بتشتكي من الحتة دي. يعني انت دايما كنت بتشتكي من حتة ان الشخص ده ما بيجيش دايركت، لازم يمط في الشيء، لازم يلف ويدور. فانا دلوقتي لما قررت اجي دايركت، انت ايه قصتك؟ انت عايز ايه؟ بتفكر في ايه؟ انت عايز مين؟ اعتقد انت حسيت الاحساس ده قبل كده. يعني اعتقد ان الاحساس اللي حاسس بيه الهارب دلوقتي انت حسيته قبل كده، وكنت موجود في منطقة الانتظار لفترة كبيرة. بس الظاهر ان اخر موقف حصل بينك وبينه ما عجبكش، اللي كان محسسك او كان عايز يوريك ان انت مش فارق معايا. التوقيت ده الهارب ما كانش يعرف الجديد في حياتك، ما كانش متأكد منه. وفي نفس الوقت ده البعض منهم، البعض الآخر كان عارف ومتأكد، لكن علشان يوريك ان هو مش عارف حاجة عنك وان هو مش مهتم. ما هو لو دلوقتي ظهر قدامك ان هو عارف كل حاجة، فانت هتقول ده مراقبني، او ممكن كمان تتهمه اتهام معين. دي حقيقة. لكن انا من بنها عادي. بعدين انا بتعامل بالطريقة الواقعية اللي المفروض ان انت تشوفني بيها، ان انا عادي مش عارف اي حاجة. دي الطريقة الوحيدة. من الاخر انت فاهم الشخص ده قوي، هو مش مدرك ومش متخيل ان انت فاهمه. يعني في كل مرة حقيقي بيكتشف ان انت فاهمه، لكن يقول ها، يا ترى ده بيضحك على نفسه يعني، ولا ايه بالظبط يعني ايه الهدف؟ ان انا اكون عارف ان في شخص فاهمني وعارفني وعاجبني وخابزني، وكل مرة يقفشني وبرضه عامل نفسي ان انا مش عارف، وافضل ماشي في نفس الخطوات دي. طب زيح يمين شوية، شمال، اي حاجة، نفس الطريقة دي. انت بصراحة ما بقتش تحبها، وخصوصا انك بتعرف، مش بتعرف، انت اصلا دلوقتي ما بقاش يثيرك الفضول. ما بقاش عندك احتياج للاهتمام. بقيت مؤمن ومقتنع جدا ان الاهتمام ده بيبقى من جواك، انت خارج من جواك. ولما عملت ده حسيت انك مكتمل، ما بقيتش حاسس ان في حد محتاجه جنبك، او محتاج ان، مش معنى ان انت وصلت لمرحلة معينة فسبته، لا، هو اصلا الشخص ده ما كانش موجود من البداية. فبالتالي هو ما يقدرش يلومك على حاجة زي كده، وهو عارف كده كويس جدا. ولكن في زي ما يكون، يعني مش تحدي، ك ك مثلا اعتراف منه هو، كأنه بيقول انا بعترف ان انا فعلا واضح قوي قدامك، لكن ما تلومنيش ان انا مش مبين لك ان انا عارف. هو كده. يعني كأن في اسئلة هو ما يقدرش يجاوبك عليها. ف اللخبطة اللي هو فيها اصلا دلوقتي، هو عنده لخبطة، عنده أرق بسبب العمل على فكرة.
وكمان مش بس يعني هو اساسا عنده ارق بسبب العمل. تخيل بقى هو عنده مش مشاكل، ولكن حاسس ان الدنيا مش ماشية كده زي فترة من الفترات، وحاسس ان وجودك بيغير الدنيا، بيخلي في حركة في الحياة بالنسبة له. دي حاجة هو ما يقدرش يقولك عليها عشان ما تحسش ان تواجدك مهم في حياته، عشان ما تحسش. دايما لازم تتأكد ان الشخص ده طول ما هو واقف بره على الباب مش هيعرفك حاجة. اول ما يقرر انه يكون موجود في حياتك وخلاص، هو اخد القرار وهو شايف كده. انس السيد، انا اول ما اخد القرار هتلاقيني انا جيت، واول ما اجي انا هتكلم، ولكن انا مش همشيها كده. لازم يكون في تواصل وطريقة تخليني مرتاح. انت ليه عايز تزعلني؟ او انت ليه حابب تضايقني؟ خليني مرتاحة علشان اقدر اجيلك وانا مطمن، مش حاسس انك ممكن ترفضني. كل اللي انا بطلبه منك طمني. طيب، بصراحة انت انت ما بقاش فارق معاك بقى، ولا تطمني ولا ما تطمنيش. حياتك انت بتعيشها عادي، بتقضيها عادي. مش زعلان منه على فكرة انت خالص، وشايف انه لو هو فضل كده هو الوحيد اللي هيبقى تعبان. ليه؟ لان انت عندك حاجات كتير جدا في حياتك المفروض ان انت تهتم بيها اكتر. وكأنك بتقوله والله على فكرة مش ليكم كلكم ولكن للبعض، في البعض التاني لا، انت رامي اساسا قافل صفحة الشخص ده تمام. لكن انا بتكلم في الجزئية اللي بعضا منكم عنده استعداد. فبتقول ايه؟ والله لو انت كنت متواجد، عايز تكون موجود في حياتي، ولكن تكون واعي ومستيقظ قبل ما تتغير الدنيا، اوكي، ولكن مش يعني ما فيش حاجة اسمها انا احدد واتحكم. طول ما انت بتتحكم، يعني انت بتقوله طول ما انت بتتحكم انت ممكن تيجي في وقت فعلا متأخر زي ما حصل قبل كده. هو ما جاش، ولكن انت عيشته في تعب كبير جدا، يعتقد ان انت ما تعرفش، لكن انت كنت حاسس وكنت عارف قد ايه الشخص ده كان تعبان في وقت عدى. انت مش شايف ان اي حاجة بينتها للشخص ده بتعمل اي تقدم في العلاقة او بتخليه يتحرك، فبالتالي كأنك بتقوله خليك مكانك. عايزني انا اللي اتحرك، عايزني انا اللي اتكلم، عايزني اعمل كذا كذا، وكمان في التوقيت اللي انت حاسس فيه ان انا لازم اتحرك اتجاهك. لا، وما بتقولش لا عشان لا خليك بقى وريني، لا لا لا، انت بتقول لا ده مش صح. اللي بيحب حد، لو انا غالي حتى لو ليا قيمة 1%، انت ما تقبلش عليا كده. عارفين، الهارب هيبقى ممكن ما يبقاش قاري تفكيرك ده لان انت عازل طاقتك بالكامل، ولكن ممكن يحس بحاجة زي كده بطريقة للبعض مش قوي، اللي احساسه عالي جدا منهم. او ممكن يحس من طريقة مراقبته ليك، يحس ان انت عادي، انت ولا زعلان ولا مبسوط ولا منتظر، وعايش حياتك عادي. هيقولك حاجة واحدة، ما هو مفيش طريقة تانية غير كده. طب انت عايز ايه؟ يعني راعي ان الواقع راعي الواقع يا سيدي، وضح وشوف. انت بقى هتسيبها للقدر حقيقي.
ما بقتش انت متمسك بأي شيء، ما بقتش متمسك ب... بأي حاجة. انت عندك تخلي رهيب جدا، وده اللي بيخلي الهارب في خلال الفترة اللي جاية يدخل في الانتظار الأكتر من ده، اللي معتقد ان هو قادر ان هو يخرج منه، ولكن للأسف هيزيد أكتر وأكتر. وغموضك واختفائك هيزيد أكتر. انت ممكن والهارب كده شايفك مثلا بيراقبك على السوشيال ميديا على اي حاجة، لكن هو حاسس ان انت مختفي. انت كان زمان ممكن لو نزلت حاجة مثلا صغيرة قد كده بتعرفه بكل حاجة. دلوقتي لو قعدت تنزل حاجات كتير كأنك مختفي. ده لو انت بتعمل كده. فاللغز، انت لغز بالنسبة له دلوقتي. وحقيقي حقيقي ما بقتش آه، مستحمل اي اسلوب او اي طريقة فيها تقليل منك، او بصراحة لانك عملت كتير، فانت شايف ان المفروض في المقابل ان يكون في رد فعل. انت دلوقتي كأنك انت اللي بتقوله، انت اللي وريني خطوة وانا اشوف. وبرضو الجزئية دي للبعض اللي عنده استعداد. ما زلت بقول في جزئية تانية من المطاردين ما عندهمش استعداد بالمرة. والله يقدم خطوة ما قدمش خطوة، ده ممكن يكون اوريدي في منهم قدم خطوة وانت رفضته اصلا. ولكن انا بتكلم في الناس اللي هي ماشي عندك اعتدال في طاقتك معتدلة بشكل غير طبيعي، فانت مش متأثر والله جيت ما جيتش. ما هو انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده. مفيش حاجة اسمها البعد لفترات طويلة بتخلي الشخص يتعود على الوضع ده، ما بقى ما يأثرش فيك. وعلى فكرة ده اللي تعبه ليه. هقولك ليه. لأنه هو لحد دلوقتي البعد بيأثر فيه تماما فوق ما تتخيل. يعني انت البعد ما يأثرش فيك وانا لحد دلوقتي البعد بيأثر فيا. انت ليه البعد مش مؤثر فيك، ما بيأثرش فيك ومؤثر فيه؟ عشان انت قدمت، انت عملت اللي عليك، انت قدمت خطوات كتير، حاولت تستفسر، عملت حاجات كتير. فبالتالي خلاص. وغير ان هو اوريدي معودك على بعضه، مع الوقت ما بقتش تتأثر. ولكن لان هو كان دايما مفيش خطوات، مفيش اي حاجة، فعنده تراكم في المشاعر. وكأن يعني روحه بتقول له اتحرك، وهو ايه ماسك نفسه مانع نفسه. انت خرجت كل طاقتك، سواء طاقة حب، مشاعر حب، وضحت له، بينت له، استفسرت منه، كل اللي كان جواك انت خرجته. فبالتالي لما تبعد وهو كان معودك فالموضوع اصبح عادي، لكن بالنسبة له هو ما عملش زيك، فاصبح في تراكمات جواه. وده اللي والحاجات دي اللي مخليه لحد دلوقتي هيتجنن. اشمعنى؟ طب ليه انا بستناه؟ طب ليه انا ببص في وشوش الناس قلبي بينط كده من صدري لما احس ان في حد شبهه كأنه هو. وضحت طبعا السبب. آه، هيبقى عنده اختيارات في الفترة اللي جاية، او عنده افكار الفترة بلاش اختيارات هنا وهنا. هيبقى عنده افكار. طب اخد الخطوة؟ طب اقول ايه؟ المشكلة ان هو مش عارف يقولك ايه حقيقي. ليه؟ لانه دايما كان آه كده. طب وبعدين يعني هيقولك ايه؟ دي حقيقة. هو بيفكر بالطريقة دي، بيقولك ايه فهمني. ف
لكن اوعى تفكر ان بالطريقة دي انت تتواصل معاه. افهم هو عايز طريقة غير مباشرة، مش ان انت تتصل بيه او تكلمه، لا، هو عايز الموضوع يجي بطريقة مختلفة تماما، يحس كده آه انك متواصل معاه بطريقة غير مباشرة. اموته يعني وارتاح؟ انا ما هو بيفكر كده، هتقولي ازاي؟ والله ما اعرفش. انت عارف بقى المصيبة اللي معاك ده، انت عارفه، انت عارف ايه الطريقة اللي بيحبها، او ايه الطريقة اللي تريحه، او تحسسه ان هو آه خليني انا اجيلك، لكن انا مش عايزك انت اللي تقولي او تكلمني او انت اللي تتواصل معايا، مع اني عايزك، ولكن خليني انا اقدم لك شيء، بس وضح لي ان انا فعلا لما هجيلك ما اترفضش. وغير كده ان علاقتنا دي صح، ما تندمنيش، ما تخلينيش اندم ان انا فعلا اخترتك من وسط ناس كتير جدا. طبعا اي مطارد يسمعني يقول لي يا سلام، ليه يعني؟ خلاص، هو انا مالي، هو شايف نفسه كده. هو شايف نفسه كده. ف هو بيقول لك انت لو امك دعيالك ابقى انا من نصيبك، وانت كمان لما امك دعيالك دعاء التنين، ان انت برضو تبقى، هو يبقى من نصيبك. يعني انا بكلم الهارب، بوجه الكلام ده للهارب، فكأنه بيقول لك ربنا يخليك ما تمطش الوقت اكتر من كده، انا بجد تعبان، انا حقيقي تعبان، وانا عايزك، وعندي احساس ان انت هتفهم. بس كده. دي كانت طاقة الهارب تاني معانا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك، اللي مشتركش في القناة اشترك في القناة شوية، وهننزل رسائل الهاربين والمطاردين، رسالتين ورسالتين، اوكي، برضو في فيديو مسجل. وان شاء الله كده كام يوم وبعدين نبقى نطلع لايف. بحبكم كتير، رمضان كريم، سلام.